السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل ايه؟ حمام محشي وفراخ مشوية وسلطة العصفور، ومعنا طبق رز برضو فايض من الحمام المحشي زي ما انتوا شايفين كده. ايه بسم الله ما شاء الله، اكل كده يشهي على اللي يعجبكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ما تنسوش بس تدعموني وتدوسوا لايك، وعلى الله ايه يعجبكم ايه عمايلي. هنجيب بقى مع بعض الفراخ اهيت، واللي معايا بصل وفلفل وتوم وطماطم مبشورة مقطعة حتت صغيرة وبتاع وجزر مبشور، ومعايا بهارات توم باودر وبصل باودر وكمون وكزبرة وبهارات فراخ وملح كده. نحط المكونات بتاعتنا كلها على بعضها، نضيفها على بعضها كده، وناخد نص البهارات دي كلها نقلبها على البتاع بتاعنا الكلفة بتاعتنا ديت اللي هنعملها الفراخ، ونمسكها ندعكها كلها ببعضها. منحطش المكونات كلها علشان ما تبقاش الخلطة بتاعتنا حادقة، عشان النص التاني احطه على الفراخ مباشرة، عشان الفراخ برضو تبقى واخدة حدقها. عشان لو حطيناها كلها على التوابل هتبقى التوابل حادقة والفراخ مش هتشرب اللي هي عايزاه. اما اعمل كده الفراخ هتبقى مظبوطة، والدقة بتاعتي اللي هي الكلفة دي مظبوطة. الكلفة دي يعني بسم الله ما شاء الله بتاكليها قبل الفراخ كمان، لانها تبقى شربت من الفراخ وطعمها بتبقى جميلة وتحفة والله. كده فردنا النص رفعناه، والنص التاني في ارض الصينية، ونبتدي بقى نرص فراخنا ديت. نقلب البهارات كلها ببعضها كده زي ما انتم شايفين، عشان نبتدي ايه نرش على الفراخ. نرش على الفراخ كده كلها كده الملح بتاعنا، علشان كلها تشرب من التتبيلة زي ما انتم شايفين. ونبتدي ايه بقى نقلبها كده حتة حتة. دي الفراخ اللي انا كنت مقطعها معاكم واخده الدبابيس عاملاها عينها عاملها كنتاكي، وديت الصفحه اللي هي بتاعه الورك، والصدور برضو اللي هي ايه واخدينها برضو وخالينها من الحتت التانية اللي هي التخينه دي، برضو هنعملها اكلات تانية. دي الصدور اهيت دي واخدين من الحتت التخينه دي، بقى بتبقى تسويها كده، بتبقى لحمتها برضو مفصصه اللي هي اللي بتعرف تاكلها، احسن ما تعملي الصدر على بعض وبيبقى ناشف كده. ايه كل البهارات بقى حطيناها على الفراخنا. نبتدي بقى ايه نحط بقية المكونات بتاعتنا على صينية الفراخ، ونبتدي بقى ايه اركنها بقى احطها في التلاجة. لو الجو برد بتحطها في الفرن، على ما تيجي تولع على الفرن ما بيجرالهاش حاجة. الدنيا حر بتحطها في التلاجة. معايا بقى بصلتين بشرهم اهوت، بشر خشن مش ناعم قوي، ومعايا مقطعة كبد وقوانص، ومعايا حمام هحشيه بقى. انا كنت حاشيه معاكم قبل كده بالرز باللسان عصفور، النهارده هعمله بالرز. هنحط بقى الزيت بتاعنا على البصلة، ونبتدي نشوح في البصلة لغاية ما تاخد لها ايه نص تشويحة كده، نتبلها نص تتبيلة، وبعدين نضيف لها ايه الكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ايه تشوح بقى نص تشويحة كده، سيبها تتبل شوية، وبعدين نرجع لها نحط لها الايه الكبدة بتاعتها. دي كده اتبلت اهيت. نجيب الكبدة بتاعتنا بقى ايه ونضيفها ايه عليها كده. ضفنا الكبدة ونتبلها فيها بقى، ونحط لها ايه البهارات بتاعتها، ونسيبها تسرد ميتها بقى وتنشف عشان تستوي نص تسوية. نحط لها بقى الورق لورا وورق قرنفل وحبيتين حبهان وبهارات لحمة وفلفل اسمر، وابتدي بقى ايه اسيبها لما تستوي نص تسوية، على ما كنا انا ايه
عملت حاجة تانية. كده حطيت لها البهارات بتاعتها، اجيب لها بقى حبايتين ورق لورا احطهم لها، وابتدي بقى ايه احط لها كمان ابشر لها ايه جوز الطيبه كده. كل الحاجات دي هتخلي معاكي الحاجه لها نكهه حلوه وطعم حلو، يعني كترها بيبوظ طعم الحاجه. اما تحطي كل حاجه منها شويه بتدي نكهه بتعزز معاكي طعم الحاجه. الوقت معايا اهو تيجي كيلو الا ربع لسان العصفور، احط له بقى الزيت بتاعه عشان احمر لسان العصفور. احمره واخلي بقى ايه لونه ذهبي كده. نقلب لسان العصفور كويس في الزيت زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اطبخ بزيت الذرة على طول، ما بحبش السمنه في البتاع كده. اللحمه بتاعتنا هي الكبد بتاعتنا استوت، نحط لها بقى الرز بتاعها والوحه فيها دقيقه كده، وبعدين ايه احط ميه نص مقادير الميه بتاعت الرز، عايزاه يبقى يستوي نص تسويه علشان ايه كامل سواه مع الحمام وهو بيستوي كده. تلوح هحط له بقى الميه شويه ميه، واحط له شويه ملح وايه ويستوي نص تسويه بقى ايه مع الكبد والقوط. اشوف بقى ايه لسان العصفور احمر معانا اهوت على اغطي الرز، واشوف بقى لسان العصفور احط له الملح بتاعه اهوت. اشوف لسان العصفور بقى بتاعنا استوى احمر اهوت، واطفي عليه شويه النار لونه ذهبي يابط غمقهوشي. والرز برضو بتاعنا استوى، ابتدي بقى ايه احشي في الحمام زي ما انتم شايفين. امسك الحمامه كده بنزورها احشيها، وبعد ما بحشيها بربطها بقى من عند الرقبه كده بفتله، وبرضو مربوطة من تحت بربطها بعملها بالخلة بتاعت السنان. وما باجي عند التحمير بشيل الحاجات دي كلها. تحشي بقى ما بيهمكيش بقى مليانة مش مليانة ان هي انت لو حتى الحاجة طرية وعجرتيها مش هتستوى معاكي، انما انت كده مسوية ايه الرز نص تسوية هيظبط معاكي الدنيا زي ما انت شايفين كده. اعمل بقى الحمامة بقى ايه اكتفها كده واجيب لها خلة بقى ايه واقفلها من تحت عشان اما اجي احطها في الشوربة ما توقعش حاجة من الرز. ما تقفلي الحمام كويس ما يوقعش منك حاجة في الرز في الشوربة، يحتفظ بكل الخلطة اللي فيه جوه في قلب منه، ما تكوني قافلاه كويس. انا بعمل بقى ومجهزة المية الوقت على النار تغلي الشوربة علشان احط فيها الحمام مسقوطه على طول على محشي يكون المية غلت زي ما انتوا شايفين كده. احشي كمان حمامية معاكم كده زي ما انتوا شايفين ايه، احشيها كويس حلو ما يهمنيش. في ناس بتحشي الحمام من تحت الجلد وكده، انا بستكفى ان انا بعمله من الرقبة ومن البطن بس وخلاص، يعني ما احناش مغرمين يعني الحشو اللي في قلبه يعني، لان انا بعمل الخلطة اللي بتبقى بره دي بتبقى برضو احسن من اللي في قلب الحمام. مش شرط عند الحمام يعني يبقى كبير قوي، يعني الناس بتحشيه من تحت الجلد علشان يكبر حجم الحمامة وكده. احنا بنعمله في البيت بتاعنا ما يهمناش، يعني احنا مش بنعمله في المطعم ولا في حاجة يعني.
كده الحمام بتاعنا اهوت ونسقطناه في الشوربة. نبتدي بقى نجهز لسان العصفور بتاعنا. كده الحمام بتاعنا ايه، اربط عليه كويس واظبطه. واحط له كده زي ما انا قلت لكم الشوربه بتاعته على النار جاهزه، عشان لما اخلص الكميه كلها اسقطه في الشوربه. كده اقفلها كويس عشان ايه ما تخرش ايه الميه بتاعتها كده جنبها، ما تخرش اي حاجه منها كده. زي ما انتم شايفين اسقطها في الشوربه بتاعتها. يخرب امك. حطيت البهارات بتاعتها كلها، اللي هي الفلفل الاسمر وبهارات اللحمه، وحطيت ورق لورا، حط حبيتين حبهان وقرنفل. ابتدي بقى اسقط الحمام بتاعنا. اسقطه كله كده واحطه بقى في الحله واغطي عليه. الحمام بتاعنا مش هيغيب في السوا. وايه واشوف هعمل ايه بعد كده بقى. ارجع لتسويه لسان العصفور بتاعنا. احط له البهارات بتاعته بقى، احط له ملح وشويه فلفل، واحط له ورق لورا، واحط له حبتين قرنفل، ورق لورا برضه اهوت، وحطيت له ايه. ومتنسوش بقى ايه، والاكل كده جاهز على الله يعجبكم.